هي دي التسوية المظبوطة. مش هنسيبها أكتر من كده، هننزلها من على النار علشان ما تنشفش وتجلد وتشد مننا. احنا عايزينها تبقى طرية وجوسي. أخدت على النار حوالي 15 دقيقة بالظبط. وتعالوا نحضر أحلى سندوتشات كبدة اسكندراني، سواء في فينو أو عيش بلدي زي ما تحبوا. هضيف الكبدة وهضيف عليها من الصوص اللي نازل منها، بيبقى طعمه تحفة جدا. وهضيف عليها صوص الطحينة أو سلطة الطحينة، بحبها جدا مع الكبدة والسجق والكفتة والمشويات. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. وده شكل السندوتشات بعد ما حضرناها. وعملت كام واحد بالعيش، وكان عندي كام قرن فلفل مقلي وعليه دقة. هقدمه